السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده بقى مربى التين، وقلت اما الحقها بقى كده قبل ما يخلص من السوق. يلا بينا ندخل على الفيديو ونسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه. ده كيلو من التين. بص يا بنات، هي احلى مربى ممكن تعمليها باللي هو التين الغامق. شايفين ده؟ بس هو مش شرط بقى يكون مستوي قوي او خضرة او ناشفه شويه يعني جامده. لا، هي اهم حاجه تكون ايه، تكون سليمه، ما يكونش فيها حاجه بايظه. الفايزه دي هتبوظ معاكي كل حاجه، وتاخدي بالك وانتي بتفتحيها كده من جوه، تاكدي ان هي ما فيهاش حاجه وحشه. انا بقى بحب اقطع التين قطع صغيره كده، مش بحب اللي هي القطع الكبيره. انتي لو حباه يكون كبيره كده والقطعه واضحه قوي، اقطعيه الواحده 4. زي ما قلت لك ان التين الغامق ده هو بيبقى احلى في المربى الحقيقه يعني. فانا حبيت الحقه معاكم كده قبل ما يخلص من السوق. خدي بالك اهو زي ما بقول لك كده من جوه، كل ما تفتحي واحده بصي جواها وتاكدي ان هي سليمه. ومش شرط زي ما قلت لك، انت ممكن تجيبي تين مستوي خالص يعني عادي، بس المهم ان هو يكون ايه، متاكده ان هو مفيش حاجه فيه بايظه، انها هتبوظ لك المربى بتاعتك كلها. هتشيلي بس العرش بتاع ايه التينه بس كده، وتقطعي الباقي. ان شاء الله النهارده هعملها معاكم مظبوطه جدا جدا، سكرها مش زياده ولا حاجه، وهتطلع معاكم قمر. وهنعمل ال بس كده. بصوا يا جماعه وانا شغاله، بصوا من بره شكلها سليمه جدا. بصوا بقى لما فتحتها من جوه، هو ده اللي كنت لسه بقول لكم عليه، تاخدوا بالكم منه. بصوا من بره سليمه ما فيهاش اي حاجه. بصوا لما فتحتها من جوه، فخدوا بالكم، خدوا بالكم، خدوا بالكم. حتى لو انت مش هتعمليها مربى، خدي بالك وانت بتديها لاولادك. بصي دي كمان طلعت، بصي عامله ازاي. لان الحاجه التين بالذات بيبقى شكله من بره ما فيهوش اي حاجه، بس من جوه يبقى سليم. تمام. بس هقطع بقى الكميه كلها كده. بس كده خلصتهم كلهم. خلاص. هنجيب ايه بقى عندي؟ طبعا انا ما عنديش ميزان بقى. انا عندي دي كوبايه 200 ملي، دي كوبايه من 200 ملي. هحط قد ايه؟ هحط كوبايه كامله مليانه، مليانه على الاخر، ده 200 ملي. وهحط تاني كوبايه الا شويه، يعني كده بالظبط كده 300 جرام من السكر. يبقى كيلو مربى التين ليها 300 جرام من السكر. ده الطعم المظبوط، سكر مظبوط. لو انت عايزه سكرها زياده سنه ماشي، اقل سنه برضو ماشي، بس هو من رايي كده مظبوطه قوي، بلاش تزودي يعني. هقلب بقى التين ده كله كده كويس بالسكر. بس خلاص خلصته كده. كل اهم حاجه غلفي كل التين يتغلف كويس قوي بالسكر. بس انا بقى هغطيها وهحطها في التلاجة من 5 ل6 ساعات. انا الحقيقه بقى هبيتها، يعني أنا دلوقتي بالليل هخليها لحد تاني يوم الصبح، وهبتدي اشتغل فيها الصبح. كده خلاص احنا الصبح اهو. بصي هي سردت ميه، بس هي بقى هتستوي في الميه دي، ولا هنزود لها ميه تاني من عندنا ولا اي حاجه خالص، هتستوي في الميه بتاعتها. بس على البوتاجاز بقى. كده هنروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه تاني. اهي انا حطيتها على البوتاجاز، هي لسه على فكره هتنزل. لما تحط على البوتاجاز هتنزل ميه تاني. اول ما هحطها على نار عاليه. بصي نزلت ميه تاني ازاي؟ انا ما زودتش ميه من عندي خالص. الريم اللي هيطلع فوق الوش ده لازم يتشيل، لازم، انه بيغير طعمها خالص. وهنا بقى ايه اللي هبتدي اللي انا اوطي عليها، اخلي نار هاديه. الاول كانت على نار عاليه لغايه ما تغلي كده. هبتدي اللي بقى خلاص اللي انا ايه
هوطي عليها خالص واسيبها تستوي على نار هاديه، وكل ما الريم ده يطلع فوق الوش هشيله، واخد بالي منها كويس اوي ان هي المربى دي بتلزق، فتاخدي بالك منها وتقلبي فيها على طول، ما تسيبيهاش وتقعدي بقى. اهي انا شلت الريم خالص اللي فوق الوش بقى، هسيبها كمان تستوي بقى براحتها. هنا هدي زي ما قلت لكم النار عليها. بس خلاص هي خلاص بدأت تقسر اهي، بصي المية بتاعتها قلت خالص. طيب انا هضيف وقربت كمان تستوي خلاص يعني. انا بقى هنا هضيف لها ايه؟ هضيف لها 3 فصوص من القرنفل. يا جماعة القرنفل بيودي المربى تديني في حتة تانية بجد، بيديها طعم حلو قوي. فهضيف لها 3 فصوص، 3 بس، 3 فصوص من القرنفل او المسمار يعني. بس انا برضو هسيبها تستوي كمان شوية، لسه ما استوتش قوي يعني هي، وهحط لها كمان عصرة ليمونة يعني معلقة صغيرة، مش هحط ملح ليمون ولا حاجة. ولو ان انا شايفاها اصلا مش محتاجة حتى الليمون، هي تقلت جدا معايا وكفاية قوي يعني كده. بس انا لسه هسيبها ايه تكمل سواها، وخدي بالك لا تلزق منك. بصي انا الحمد لله ما لزقتش مني ولا اي حاجة خالص، انا كنت بعملها اصلا ولا بعمل اكل جنبها. بصي مفيش حاجة لازقة اهو ولا اي حاجة، الحمد لله هي خلاص كده استوت. بصي بقى انتي لو بتحبيها ناعمة خالص اللي هي البيوريه، ممكن بقى ايه تاخدي المربى دي تضربيها في الخلاط او بالهاند بلندر. لو انتي عايزاه يكون فيها قطع كده ممكن تسيبيها، وما تسيبيهاش لما تتقل قوي، عشان انتي لو سبتيها لو تقلت قوي تيجي لما تبرد هتتقل زيادة، فاوعي تغشك. هو قوامها كده مظبوط قوي. بس انا هعمل بس كده شوية بالمعلقة، وهسيبها لما تتهوى عشان اعرف اعبيها في بطرمان. خلاص كده خلاص. انا عندي بطرمانات ايه كانت عندي بقى، هي اساسا من الاول بتاعت عسل او بتاعت مربى من قبل كده، هعقمها في ميه مغليه، اسيبها 5 دقايق جوه الميه المغليه واشيلها وانشفها كويس، او لازم ما يكونش فيها نقطه ميه. بصي يا بنات، بصي قوامها حلو قوي، هي لسه كمان ما بردتش قوي، هي بس سبتها تتهوى عشان اعرف اعبيها في البطرمان. واتحداكي بقى انت لو جبتي مربى من بره هيبقى فيها كميه القطع التين دي، انت ممكن في البطرمان يطلع لك حتتين 3 بالكتير قوي، لان هم اصلا من لما بيجي يعملوها بيزودوا ميه وبيحطوا جيلاتين عليها عشان شوفي المربى اللي انتي بتجيبيها دي. فاحنا اهو بصي دي الكميه ايه، ده الكيلو عمل معايا كام، هيعمل معايا بطرمانين اللي هو النص كيلو، يعني هيطلع معايا برضو كيلو. بس احنا عملناها بنص تمن بطرمان واحد، احنا عملنا بطرمانين بنص تمن بطرمان واحد من اللي احنا بنجيبه من بره. وكمان هتبقى مربى صافي، ما تزودتش ميه ولا تحط عليها جيلاتين ولا اي حاجه، وحلوه وما فيهاش اي حاجه خالص. انت بقى ايه ما تخليش وانت بتعبيها فيها هوا، والبطرمانات لازم تبقى ناشفه، وحطيها في التلاجة عندك، هتقعد عندك ممكن 6 شهور في قلب التلاجة مش هيحصل لها اي حاجه خالص. يا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبك. قبل ما يخلص بقى الفيديو كده انا نسيت اقول لك على حاجه، لون المربى هيعتمد على لون التين، لو التين اللي هو الفاتح هيديكي بني فاتح، لو هو الغامق اللي انا عملت منه ده هيديكي اللون الغامق ده من غير ما تضيفي عليه اي حاجه. يا رب اكون كنت خفيفه